السلام عليكم. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ تعالوا بينا نصلي على النبي ونبدأ الفيديو النهاردة مع بعض. كيلو من الدقيق، عليه رشة ملح ومعلقتين حليب بودرة. هجيب كوباية فيها معلقة من السكر وكيس من الخميرة ومية دافية علشان اختبر الخميرة شغالة ولا لأ، بدل ما ننزل بيها مرة واحدة على الدقيق وتطلع مش شغالة يبقى العجين كله باظ. لازم نختبرها على جنب كده الأول لحد ما تعمل فوران وتبقى كويسة. هنا هحط رشة من الفانيليا عشان تدي ريحة حلوة للمعجنات، ومعلقتين كبار من السمسم. هنا الخميرة شايفين عملت رغاوي ازاي كده، طلعت كويس. هنزل بيها على الدقيق واعجن بقى العجين ده بمية دافية، وفي الاخر هلم العجينة بمعلقة زيت واحدة واسيبها على جنب تختمر. هنا خلاص خمرتها كويس. هبتدي بقى اعمل كور صغيرة كده كلها حجم واحد واريحها تاني، برضو اسيبها برضو اركنها على جنب اخمرها كويس. اهم حاجة في المعجنات ان هي تتساب ترتاح كويس، يعني التخمير اهم حاجة. هفرد العجين بالشكل ده والفها رول، بس طبعا بعد ما اريحها برضو، يعني كل ما اعمل فيها خطوة اريحها التاني كده. هفرد كل العجين بالشكل ده. صلوا على النبي يا بنات واعمليلي لايك. هلف العجين بقى على شكل رول كده واقفلها كويس واحطها في صينية مدهونة بمسحة زيت. وهنا برضو هسيبها ترتاح للمرة الأخيرة. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هنخلص كل الكمية، وبعد ما تتخمر هدهنها بمسحة من الحليب، بس بخفية كده عشان ما تخليش التخمير يعني ايه يروح. متضغطيش بالفرشة. هسخن الفرن قبل ما ادخل الصينية. بعد ما طلع من الفرن غطيته بفوطة مندية. شايفين الطراوة؟ انا طبعا بسميها معجنات، بس انا عاملاها على شكل الفينو. احشي بقى الحشو اللي تحبيه وفطري بيه الولاد. انا هنا هحط فيه شوكولاتة. لو عجبتك الوصفة شجعيني بلايك حلو منك، واشوف وشكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.